صباح الخير عليكم، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم بفيديو جديد ووصفه جديده كما راكم تشوفوا. وصفه صيفيه بامتياز، سهله وبسيط التحضير تاعها، ومكونات كاينه في كل بيت. نبداو على بركه الله. عندنا الانواع نتاع الفلفل اللي عندك كامل، اذا عندك الاحمر الاصفر الاخضر، هذا البرتقالي الحار والحلو. عندنا هنا شويه تاع بصلات، طماطم، عندنا ثوم، مرحيه، وعندنا لي زيبيس، ملح، فلفل كحل، كزبر وعكري حار وحلو. عندنا شويه تاع الزيت بيان سور. في مقله نجيبو نحطو 3 ملاعق تاع الزيت تاعنا، نزيدو عليها هذيك البصله، كلو قطعناها هكا غير مربعات. هذه اكله تركيه تشبه الشكشوك. نحطو البصله، نزيدو عليها الثوم تاعنا، نحركوهم كيما هكذا، نزيدو عليهم لي زيبيس كيما راكم تشوفوا، نخليهم يتقلاو شويه ويذبلوا لنا. فوالا نذبلوهم هكذا مليح، ومن بعد نضيفوا عليهم الفلفل تاعنا. انا قلت لكم استخدمت فلفل حلو الاصفر والبرتقالي والخضر ودرت الحار. فوالا نخليهم حتى يذبلوا حتى هما. اكله صيفيه سريعه، تقدري تحضريها في اي وقت. تقدري تكوني كي تكوني خدامه بزروبه هكذا ديريها ليه وبزاف بنينه، راح يحبوها اولادكم. فوالا لهنا نضيفوا عليها الطماطم، حتى الطماطم قصيناها غير هكا مربعات. نخليو كلش تاعنا حتى يذبل مليح على نار هاديه، ما تخولهوش النار هكا باش طيب لنا ليه. ونبيض لهنا نضيفو مغلقه تاع طماطم مصبره. انا استخدمت ملعقه ماهيش كبيره بزاف ومش صغيره، ونضيفو عليها نص فنجان نتاع الماء هكذا، ما يجيناش بزاف المرقه. نخليوها حتى تشرب مليح ويذبلوا لنا كلش. ومن بعد ندرتروا عليها لهنايا شويه تاع شيدار رابي ولا اي فرماج موتزاريلا ولا عندكم، ونزيدو نحطو فرماج حبات هكذا على لوتور. فوالا انا قسمت الحبه على زوج كما راكم تشوفوا. انتم اللي عندها تاع المربعات ولا اي واحد تحطوه، لانه بزاف يزيد لها نكهه واساسي فيها. ومن جهه واحده اخرى كنت حطيت البيض تاعي يتغلى، نديرو على حسب افراد الاسره. هذه الاكله هذه تركيه، المميز فيها انها تقدميها بالبيض مغلي كما راكم تشوفوا. انا كنت غليتهم خليتهم يطيبوا مليح، كي طابوا لي قشرتهم وحطيتهم كيما هكا كما راكم تشوفوا. فوالا شوفوا معايا. ونزيد مع الاخر نزيد شويه تاع فرماج رابي من الفوق حتى هو، نعاود نغطي مليح السطح تاعها بفرماج رابي. كل وين كثرتي الفرماج كل وين تكون النكهه بزاف هايله. كما قلت لكم الاساس تاعها هو الفرماج والبيض هذا المغلي. نزيدو نخليوها نغطيو عليها ونخليوها حتى يذوب لنا هذاك الفرماج، ونقدموها بالصحه والراحه. شوفوا كيفاه بزاف تشهي وبزاف بنينه ومليحه في الصيف كما قلت لكم مع السخانه. والواحد هكذا دي فوا يجوع مع العشيه ولا ديريها اكله سريعه، ما تطلبش بزاف وقت ما تطلبش بزاف مكونات. فوالا نتمنى انكم تجربوها تبارطاجيو معايا. شوفوا لهنا راح نحطها في صحن التقديم كيفاه جات بزاف هايله. ونتلاقاو في فيديو واحد اخر.